كانت ديك الليلة كحلة بحال الزفت، النجوم مدفونة في غيام تقيلة، وحتى ضوء القمر ما بانش. كنت غادي للدار راسي عامر بالهموم ديال الدنيا، والخطوات ديالي كتقال مع كل فكرة خايبة كتجيني في بالي. عمري ما تخيلت ان حياتي غتقلب في ديك اللحظة. عمري ما ظنيت ان القدر مخبي لي واحد الامتحان قاصح بزاف. فجأة حسيت بواحد اليد كتشدني من ظهري، تلفت لقيت جوج ديال البوليس واقفين قدامي، وجههم جامدة وعينيهم كتشوف فيا بطريقة غريبة. قلبي بدا كيضرب بالجهد، حسيت بالدم تجمد في عروقي. انت مطلوب عندنا، قالها واحد فيهم بصوت غليظ. ما فهمتش علاش ولا شنو درت. بديت كنحاول نفهم منهم، نسول، ولكن لا حياة لمن تنادي. دفعوني لواحد الطوموبيل مظلمة، والراديو فيها كيغني واحد الأغنية حزينة زادت كملات عليا. في الطريق بديت كنراجع حياتي كاملة، واش عمرني درت شي حاجة تستاهل هادشي؟ واش كاين شي غلط؟ الأفكار تخلطات ليا في راسي، ما بقيتش كنميز بين الواقع والحلم. وصلت بينا واحد الطوموبيل وصلت بينا الطوموبيل لواحد البلاصة عمرني شفتها في حياتي. حيط عالي كحل، بيبان من الحديد كبار وتقال، أضواء خافتة كتشعل وكتطفى. عرفت باللي جابوني للحبس. دخلت من داك الباب الكحل، والريح ديالو باردة وكله ريحة ديال الصدا والرطوبة. الإحساس بالضياع والوحدة خنقني. دوزوني من واحد الممر طويل، كل خطوة كنحس بها بحال شي مسمار كيدق في قلبي. وسطوني لواحد البيرو صغير فيه واحد الموظف لابس بالابيض، عينيه كيشوفوا فيا ببرودة. سقط لي الاسم ديالي، تاريخ الازدياد وعنواني. كل كلمة كيقولها كانت كتردد في ودني بحال الصدى. كتزيد تأكد لي أنني وليت في واحد العالم آخر، عالم ديال القضبان والظلام. من بعد جابوا لي واحد الحوايج زرقين، قالوا لي هادو هما حوايجك جداد. حسيت براسي تجردت من كل شيء، من هويتي ومن حريتي وحتى من ذاتي. بدلت حوايجي وحطيت حوايجي القدام في واحد الكيس بلاستيكي. حسيت بحال كنحط معايا ذكرياتي القديمة. صافي انا دابا وليت راقم، ما بقيتش بنادم. دوزوني لواحد الزنزانة. اول ما تحل الباب واحد الريحة خانزة ضربتني، ريحة الرطوبة والعفن واليأس. كانت صغيرة بزاف، فيها واحد السرير من الاسمنت ومرحاض بلدي. ما كاينه حتى نافذة، غير واحد الفتحة صغيرة في السقف كيبان منها غير طرف من السما. جلست في الارض وحطيت راسي بين ركابي، الدموع نشفات وحتى البكا ما بقاش ينفع. حسيت بالحيط كيضيق عليا، وكأن الجدران كتزير ليا على الانفاس ديالي. مرات ساعات ثقيله، كل دقيقه كدوز بحال شي عام. الصوت الوحيد اللي كنت كنسمع هو الدقات ديال قلبي اللي كانت كتزرب، وبعد المرات شي صوت بعيد ديال شي مفتاح كيدور في القفل ديال شي زنزانه اخرى. الليل دخل والظلام ديال الزنزانة زاد تقال. حسيت بالوحدة كتاكلني من الداخل. شنو غيطرى ليا؟ شكون غيسول فيا؟ هادشي كامل كابوس وغنفيق منه، ولا هذه هي الحقيقة المرة؟ هاد الأسئلة بقات كدور ليا في راسي بلا جواب، حتى غفلتني عيني في الأرض. والحلم ديالي الوحيد هو أنني نرجع لداك العالم اللي كنت عايش فيه من قبل، وقبل ما يبلعني الحبس. فاقت عيني في الصباح على صوت ديال واحد البوليسي كيدق في الباب ديال الزنزانة. حسيت براسي ثقيل وكأنني ما نعستش كاع. الشمس ما دخلاتش لداخل، غير واحد شوية ديال الضو خفيف كيجي من داك الشق اللي في السقف، كيبين الغبرة اللي كتعوم في الهواء. جا واحد الحارس وحل عليا الباب. عيني مازال كتحاول تستوعب فين انا. هو يقول لي داك الحارس: يلا وقت الفطور. خرجت من الزنزانة ديالي، كانوا شي بيبان اخرين محلولين، وشفت وجوه جديده، وجوه مختلفه عليا، ولكن في عيونهم نفس النظره ديال اليأس والقنط اللي فيا. شي واحد فيهم كان كيبان عليه كبير في العمر، شي بكاسي شعره. واحد اخر يلاه شاب في مقتبل العمر، عيونه باقين فيهم بريق التحدي. كلشي ساكت، وكلشي كيتمشى بلا صوت، كأنهم اشباح كتحرك. تجمعنا في واحد الساحة صغيرة، كاين فيها شي طبالي طوال من الاسمنت. الفطور كان عبارة عن خبز قاصح وشي حاجة بحال اتاي. كل واحد كياكل بالسكات، ما كاين حتى شي صوت غير صوت المدخل خفيف. حسيت بواحد الغصة في الحلق ديالي. هادشي كامل كان كيبان ليا بحال شي فيلم خيالي، ولكن للاسف هذه الحقيقة ديالي. في الزنزانة ديالي كان معايا واحد السيد سميتو عمي سعيد. كان راجل كبير،
وجهه حفرات فيه تجاعيد السنين، ولكن عينيه كانوا فيهم واحد اللمعان ديال الحكمة والصبر. أول مرة تكلمت معاه حسيت بشي حاجة تهرسات لداخل ديالي. سولته: شحال وانت هنا عمي سعيد؟ شاف فيا بواحد النظرة حزينة وقال لي: هادي سنين أوليدي، السجن كيخطف من عمرك وكيبدل فيك، ولكن أهم حاجة هي ما تخليش روحك تموت لداخل. بدا عمي سعيد كيعاود لي على حياته قبل السجن، على ولادو اللي توحشهم، وعلى الامل اللي مازال متشبت به. كان كيقول لي: السجن ماشي هو الحيوط ولا القضبان، السجن هو النفس اللي كتموت لداخل. خاصك تبقى تقاوم، تبقى تحلم، تبقى تفكر في النهار اللي غادي تخرج فيه. الكلمات ديالو كانوا كينفخوا فيا روح جديده، كيعطيوني شويه ديال القوه باش نكمل. مع الوقت بديت كنتأقلم شويه بشويه مع حياه السجن. عرفت شي وحدين اخرين كل واحد وقصته، شي وحدين كانوا مظلومين بحالي، وشي وحدين داروا اخطاء كبيره وندموا عليها. كل شي كيتشابه في السجن، نفس اللبس، نفس الماكله، نفس الروتين اليومي. نفس الماكله، نفس الروتين اليومي اللي كيبدا بصوت البوليسي وكيسالي بالظلام. اصعب حاجه كانت هي الليل. في الليل كل واحد كيتخلى على القناع ديالو، كتبدا تسمع صوت الانين، شي واحد كيبكي بصوت خافت، شي واحد كيغوت في عقله، شي واحد كيسول راسو علاش انا هنا. الظلام كيزيد من الحزن، والافكار الخايبه كتبدا تدور لك في راسك. كنت كنحاول نشغل راسي بايات حاجه، شي مره كنقرا قران اللي عطاه لي عمي سعيد، وشي مره كنتفكر ايام الطفوله ديالي والناس اللي كنت كنبغي برا. كل يوم كيدوز كنت كنحس باليأس كيتسلل ليا لداخل. الامال كانت شي حاجه صعيبه باش تحافظ عليها في بلاصه بحال هذه، ولكن كنت كنقول راسي: لازم نصبر، لازم نقاوم. كانت هاد الكلمات هي السلاح الوحيد ديالي في هاد الظلام اللي كان كيطوق بيا من كل جهه. كنت عارف ان الطريق مازال طويله، وان الايام جايه غتكون اصعب، ولكن ما كان عندي حتى شي خيار اخر غير نتحمل ونصبر. مرت الأيام، تحولت الأسابيع، والأسابيع لشهور. الروتين اليومي أصبح ممل، ولكن نفس البشرية كتتأقلم مع كل شيء. كنت كنحاول نستغل وقتي باش نقرأ، نتعلم شي حاجة جديدة، ونكتشف شي حاجة جديدة في هذا العالم الصغير اللي أنا فيه. عمي سعيد الله يخليه ليا كان كيوريني كيفاش نصبر، كيفاش نخلي الآمال ديما في قلبي. هو اللي كان معاوني. واحد النهار جابوا لينا شي جرائد قدام، كانت اخبار العالم الخارجي، شي حاجه اللي كتنسينا شي شويه في هذا الحبس. وانا كنقلب في الجريده، طاحت عيني على واحد الخبر صغير في اخر الصفحه. كان على واحد القضيه متشابهه للقضيه ديالي، وذكروا فيها بلي ان الدفاع قدر يلقى دليل جديد او دليل البراءه للمتهم. قلبي بدا كيضرب بالجهد. واش ممكن هاد الشيء طرا ليا حتى انا؟ مشيت عند عمي سعيد ووريته الخبر، شاف فيا وعينيه كيلمعوا. قال لي: شوف ولدي، راه ربي كبير، ديما كاين بسيط من الامل حتى في وسط الظلام. هاد الشيء علامه من عند الله باش انك ما تيأس. كلامه عطاتني واحد القوه كبيره، حسيت كأن الاكسجين رجع للصدر ديالي من جديد. من داك النهار بديت كنفكر بطريقه مختلفه. بديت كنكتب رسائل للمحامي ديالي، كنطلب منه يعاود يراجع الملف ديالي، وكنعطيه تفاصيل جديده كنت كنتذكرها. في كل مره كنكتب رساله كنحس بواحد الطاقه ايجابيه كتدخل لقلبي. الامل بدا كينور الزنزانه ديالي، وبدات الالوان كترجع للحياه ديالي في هذا الحبس. الايام الجايه كانت كلها ترقب وانتظار. كل مره كنسمع صوت المفتاح كيدور في الباب ديال الزنزانه كنحس بقلبي غيخرج من بلاصتو. واش غيكون هاد المره الخبر اللي كنتسنى؟ واش غيكون نداء البراءه؟ جا داك النهار اللي ما كنتش كنحلم به، جاو جوج ديال الحراس وحلوا عليا الباب ديالي. قالوا لي: جمع حوايجك، عندك زياره مهمه. ما فهمتش شنو كاين، ولكن حسيت بشي حاجه زوينه غتوقع. مشيت لغرفه الزياره ولقيت المحامي ديالي جالس تماك، شاف فيا وعلى وجهه واحد الابتسامه عريضه. مبروك عليك، لقاو دليل البراءه ديالك، غتخرج اليوم. قالها لي وحسيت كانني كنحلم. عيني دمعوا، واحد الفرحه كبيره عمراتني. ما عمرني حسيت براسي فرحان حتى لهاد الدرجه هادي. كيفاش نعبر على الشعور ديالي في ديك اللحظه؟ كنت كنحس براسي خفيف بحال شي ريشه غطير في السما. ودعت عمي سعيد، عنقته بقوه،
قال لي ما تنساش هاد الدرس ولدي، ديما خلي الامل حي وديما كون قوي. خرجت من الباب ديال الحبس والضو ديال الشمس ضرب في عيني، حسيت بنسيم الحريه كيحييني من جديد. شفت الشجر، شفت السما، شفت الناس اللي كيمشيو في الشارع، كل حاجه كانت كتبان ليا زوينه. الحياة برا الحبس ما كانت سهلة، الناس كانوا كيشوفوا فيا بنظرة مختلفة، ولكن كنت عارف أنني تغيرت وأنني قويت. السجن علمني بزاف ديال الحوايج، علمني الصبر، علمني القوة، علمني قيمة ديال الحرية. عمري ما غادي ننسى الأيام اللي دوزت لداخل، ولكن الأهم أنني خرجت منها إنسان آخر، إنسان أقوى وأكثر حكمة. واليوم نقدر نقول لكم الأمل هو السلاح الوحيد اللي ما خاصكش تنساه. الأمل هو السلاح الوحيد اللي ما خاصناش نطلقوه حتى في الأمل هو السلاح الوحيد اللي ما خاصناش نطلقوه حتى في وسط أهلك الظروف. بعد ما خرجت من الحبس حسيت بواحد الإحساس غريب. الفرحة بالحرية كانت مخلطة بواحد الثقل على قلبي. الحبس واخا خرجت منه بالجسد ديالي، الروح ديالي بقات فيه شوية. كل ضحكة كنت كنسمعها في الشارع كانت كتفكرني في دوك الآنينات ديال الليل داخل ديك الزنزانة. كل وجه بريء كنت كنشوفه كنت كنتخيل وجه شي مسجون حارم راسو من الدنيا. رجعت للدار لقيت كلشي تبدل، الحيوط مازال هي ولكن الناس تبدلات، حتى انا تبدلت. العائله ديالي فرحات بيا بزاف، ولكن كنت كنحس بعيونهم في واحد ولكن كنت كنحس بعيونهم ولكن كنت كنحس في عيونهم بواحد الشفقه مخلطه بالخوف. خوف مني ولا مني الخوف مني ولا مني انا اللي كنت عايش في داك الظلام. ما عرفتش، كنت كنحاول نرجع للحياه القديمه ديالي، نخدم، نضحك، نخرج، ولكن كل مرة كنحس بحال شي حاجة كتشدني من اللور. الليلة الأولى في الدار ما نعستش، بقيت غير كنقلب ما نعستش بقيت غير كنتقلب في الفريش. السرير ديالي كان رطب بزاف، ماشي بحال داك الاسمنت القاح ديال الحبس، ولكن داك الراحة ما عطاتنيش النعاس. صوت الريح هو كيصفر في النافذة ديالي كان كيدخل لودني بحال صوت الحارس وهما كيسدوا البيبان. الريحة ديال الماكلة في الدار كانت كتفكرني بالريحة الخانزة ديال الحبس. كلشي كان كيرجعني لداك الكابوس. أصعب حاجة كانت هي نتقبل أنني ضيعت سنين من حياتي على والو، سنين كان ممكن ندير فيها بزاف ديال الحوايج، بحال مثلا نخدم، نتزوج، ندير عائلة، ندير وليدات، ولكن داكشي كامل ضاع مني. الندم كان كياكلني من الداخل. كنت كنقول لنفسي علاش طرالي هادشي. عمي سعيد كان ديما كيقول لي ما تعيش في الماضي وليدي، الماضي مات ودفنو، فكر في المستقبل، فكر في كيفاش تبني حياة جديدة. كلامه كان كيعطيني شوية ديال الأمان، ولكن صعيب بزاف أنك تنسى داكشي اللي دوزت. واحد النهار وانا غادي في الزنقة شفت شي بوليسي واقفين حدا شي حيط، قلبي بدا كيضرب بالجهد وحسيت بنفس الخوف اللي كنت كنحس به في داك النهار الاول. حاولت نمشي بسرعة، ولكن كنحس بعيون ديال الناس كتشوف فيا، كتشوف السجين اللي خرج من الحبس. هاد النظرات كانت كتقهرني اكثر من السجن بنفسه. قررت انني خاصني نخدم على راسي، خاصني نتقبل الماضي، وخاصني نبني مستقبل جديد. ماشي سهل، ولكن ما عنديش شي خيار اخر. بديت كنقلب على خدمه، ولكن بزاف ديال البيبان تسدوا في وجهي. حباس سابق، حباس سابق، هاد الكلمه كانت لاصقه فيا بحال شي وصمه عار. حسيت بالاحباط، ولكن تفكرت كلام عمي سعيد، ما تيأسش يا ولدي، ديما كاين بسيط من الامان. بقيت كنصبر، كنتعلم من الاخطاء ديالي، وكنحاول نكون انسان زوين وانسان جديد، وكنحاول نكون انسان جديد وكنحاول نكون انسان احسن. هاد التجربه القاسيه علمتني بزاف ديال الحوايج، علمتني ان الحريه هي اغلى حاجه في الدنيا، علمتني ان الظلم يقدر يجي من اي بلاصه، ولكن الاهم انها علمتني القوه ديال الروح البشريه وقدرتها على الصمود والمقاومة. حتى في وسط أهلك الظروف كنت عارف أن الطريق قدامي مازال طويلة، وأن الظلال الماضي غتبقى تتبعني لواحد المدة، ولكن الأمان اللي نبت في قلبي في السجن غنخليه ما غنخليهش يموت بمرة. بعد أشهر من الصراع مع الماضي ومع نظرة المجتمع، قررت أنني ما يمكنش نبقى محبوس في داك الشعور بالذنب والندم. الحرية اللي اكتسبتها بصعوبة خاصني نعيشها بالكامل، ماشي غير نكون موجود جسديا.
خاصني نكون كانت خاصني نلقى معنى جديد للحياة ديالي، شي حاجة تخلي الأيام اللي دوزتها في الحبس ما تضيعش هباء. بديت كنقلب على شي بديت كنقلب على شي جمعية كتخدم مع السجناء السابقين. كنت باغي نشارك التجربة ديالي ونحكي للناس كيفاش الحبس قدر يبدل الإنسان، وشنو هما الصعوبات اللي كيواجهها المسجون من بعد ما يخرج. فكرت في كلام عمي سعيد اللي كان ديما كيقول لي: إذا تعلمتي شي حاجة من محنتك شاركها مع الناس اللي كيتعذبوا نفس العذاب، ربما تكون انت هو البسيط ديال الامل ديالهم. لقيت واحد الجمعية صغيرة، تواصلت معاهم في الاول، كانوا متردين، ولكن ملي جلست معاهم وحكيت لهم قصتي حسوا بالصدق ديالي وبالاصرار اللي عندي. عطاوني فرصة وبديت كنشارك في لقاءات مع السجناء السابقين، وكنت كنزور حتى بعض المراكز الإصلاحية باش نحكي للناس اللي مازال داخل.